هنا اتهزم المسلمين بسبب الطمع في الغنائم وعدم الالتزام بأوامر الرسول في المعركة. غزوة أحد. حاليا احنا في الساحه بتاعت جبل الرماة اللي موجوده ورايا ديت. ورانا طبعا مجموعه محلات تقدر انت تجيب منهم اي حاجه، علشان بعدها نبدا نطلع على جبل الرماة فوق ونحكي لكم القصه. حاليا زي ما انتم شايفين هنبدا نطلع فوق على جبل الرماة علشان نقول لكم القصه ايه. تخيلوا لما واقفين في مكان كان واقف فيه الرسول والصحابه. النهارده احنا على جبل الرماة، المكان اللي حصلت فيه واحده من اهم الغزوات في التاريخ الاسلامي. قبل المعركه الرسول اختار 50 من امهر الرماة علشان يقفوا على المكان اللي احنا واقفين عليه دلوقتي حالا، واللي طلب منهم الرسول ان هم ما ينزلوش مهما يحصل، علشان في وسط المعركه يحصل انسحاب بسيط من جيش الاعداء للخلف ويفتكروا المسلمين ان هم كده انتصروا خلاص، وينزل 40 منهم من هنا طبعا في الغنيمه، علشان بعدها جيش الاعداء يلف الناحيه الثانيه وينهزم المسلمين ويموت منهم 70 من الصحابه اللي موجودين هنا طبعا في المسجد اللي كنا فيه دلوقتي. كمان الجبل اللي ورانا دوت واحد من اهم الجبال، ودوت جبل احد اللي قال عليه الرسول عليه الصلاه والسلام جبل يحبنا ونحبه. احنا حاليا قدام مسجد الشهداء اللي موجود هنا عند جبل احد. المسجد زي ما انتم شايفين تم تطويره الفترة الأخيرة وبيتسع لحد 15,000 مصلي. النهارده احنا موجودين في مسجد سيد الشهداء واللي موجود في منطقة جبل أحد هنا. في السنة الثالثة الهجرية قامت معركة مهمة جدا وهي غزوة أحد، واللي للأسف اتهزم فيها المسلمين واستشهد فيها 70 من الصحابة، واللي قبورهم موجودة هنا في المكان. لما تيجي هنا تقدر ان انت تصلي ركعتين وتقرأ الفاتحة على أرواحهم. المسجد زي ما انتم شايفين تم تجديده في الفترة الأخيرة وبيوصل سعته ل 15,000 مصلي. المكان جميل جدا، حاولوا تزوروه وانتم موجودين هنا في المدينة. وزي اي مسجد تاني موجود هنا في المدينه او في مكه، فطبيعي جدا انك تلاقي الثلاجات ديت واللي فيها ميه لو انت محتاج تشرب، وبتكون طبعا بشكل مجاني.